الخير، عاملين ايه؟ انا طالع النهارده اتكلم عن الطفل ياسين، 6 سنين، في مدرسة زي اي طفل عادي. بس اللي حصل معاه مش عادي. يعني يعني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ازاي انت كمدرس 80 سنة، داخل على ال80، وتعمل كده في طفل 6 سنين؟ ما عندكش قده؟ طب ما عندكش حفيد زيه؟ طب ما عندكش حد في سنه كده عشان يعني تقبلها على حد من اهل بيتك، تقبلها على طفل من عندك من اطفالك؟ طب اعتبر الاطفال اللي انت عملت كده دولت اهلك، قرايبك، عيالك. ليه بتعمل كده؟ والناس، بالنسبة للناس اللي بيقولوا ده مريض نفسي ومش مريض نفسي وعايزين يحولوا الموضوع مريض نفسي عشان يطلع براءة، لا، ده مش مريض نفسي. ده واحد فاهم وعارف وعاقل وعارف هو بيعمل ايه بالظبط. تمام. ومش هو اللي يتحاسب بس، الدادة والمديرة والمدرسة كلها تتقفل، لأن الموضوع مش زي ما انتم مفكرين. ومش ياسين بس، ده كذا طفل في الموضوع. يعني هي دي مدرسة يؤتمن عليها ان انا اودي طفل فيها، ولا انا موديه مثلا يعني عشان يحصل له كده؟ فياريت نخلي بالنا من اطفالنا، وناخد بالنا من المدرسة اللي هنخلي فيها ولادنا، ونبقى متابعينهم وعارفين مين المدرسين وعارفين كل حاجة. وان شاء الله بإذن الله حق ياسين راجع بإذن الله. فمحدش يقول بقى ان الموضوع اضطهاد ديني والحاجات دي خالص، لان احنا ما بنتكلمش في اديان، احنا بنتكلم في طفل واللي حصل له، وان ده راجل وعمل فيه كده. فحقه لازم يرجع، وإن شاء الله بكرة في جلسة 30/4 بإذن الله حقه راجع 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 بإذن الله. وشكرا.